حضرتك امبارح بتقول ان في احدى البنزيمات في كاكولا احد رؤساء الاحزاب اللي ذكرت لي اسمه ان هو كان بيدي طلقات حيه لاحد الاشخاص. يا ريت تحكي لي الموقف زي ما وصل لك بالظبط. جه بلاغ لقائد قوات التأمين في المحافظة في الديوان العام إن في شوية بلطجية جايين يهاجموا الديوان. بناء عليه جت قوات تدعيم من الجيش وحاوطوا الديوان العام وفردوا السلك. وأمنوا إيه؟ الديوان. في نفس الوقت جه شاب في الثلاثينات معاه زوجته وأولاده وراح لقائد التأمين وقال له إن في وهو بيمون العربية بتاعته من البنزينة بتاعة رئيس الحزب ده، ولا رئيس الحزب واقف. قالوا لك اسمه؟ قالوا اسمه؟ ذكروا اسمه؟ ذكروا اسمه. اسمه ايه حضرتك؟ اسمه اكرم الشافعي. اللي هو رئيس حزب ايه بقى؟ رئيس حزب الوطن. ده عشان قانون الغدر يعني. واخد بال حضرتك؟ وجي ايه وراح موزع، بيقول اللي هو شافه بيوزع طلقات حيه على الناس. بعض الناس معاهم موتوسيكلات. معاهم موتوسيكلات. ووصف الراجل ده، جه وصف اللي كان لبسه ايه، وصف كان الموتوسيكلات عامله ازاي، وشكل العيال عامل ازاي اللي احنا ما شفناهم في اسماعيليه اصلا. اشكالهم غريبه، وانواع السلاح اللي معاهم. قال في سلاح اصفر وسلاح لونه فضي وسلاح لونه اسود. وصفهم كويس جدا وبلغ وساب رقمه لقائد تامين الديوان العام بحيث ان هو يتصل بيه لو في اي اجراء قانوني. هو حضرتك موجود في البنزيمه دي ليه؟ اللي تقول حضرتك مكانها فين؟ في كاكولا. طب هو موجود في البنزيمه ليه؟ اشمعنى المكان في التسليم الذخيره دي في البنزيمه؟ يمكن بتاعته عشان خاطر ما حدش مثلا ياخد، الله اعلم، بس ما اعرفش هو ليه اشمعنى في البنزينه يعني. هو اسمه ايه حضرتك؟ اكرم الشافعي. وهو كان رئيس حزب ايه؟ حزب الوطني. الكلام ده في اسماعيليه حضرتك؟ ايوه. طب ماشي، بنشكر سيادتك. سيادتك مش عايز تصور ليه؟ يعني نجيب وشك ليه؟ والله حضرتك عارف يعني مش عايز اتصور ليه. طب ماشي، شكرا، بنشكرك على هذه الشهاده.